مشاهدي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا العدد الأول من برنامج اقتصاد البلاد لهذه السنة الميلادية الجديدة 2021. اقتصاد البلاد لهذا الأسبوع سنفتح فيه ملف قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة عقب توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب عودته طبعا من رحلته العلاجية في الخارج. هذا القانون الذي سيكون الخلفية الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، فما الذي سيقدمه للقطاعات الاقتصادية والجبهة الاجتماعية بعد عام كامل من الوباء الذي أنهك الكثير من الشركات وأرهق معه طبعا الخزينة العمومية. أناقش هذا الموضوع رفقة مجموعة من الخبراء والمختصين. أبدأ بك السيد الهواري تغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. مرحبا بك سيواري. شكرا، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. كما يسعدنا أيضا أن يكون ضيفي سيد أبو بكر السلامي، رئيس جمعية المستشارين الجبائيين. مرحبا بك سيد أبو بكر. مرحبا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا. كما يسعدنا أيضا أن يكون ضيفنا السيد أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار وتطويره. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. كما يسعدنا دائما أن يكون من بين ضيوفنا طلبة جامعيين جاءونا هذه المرة من كلية المالية والاقتصاد بجامعة الجزائر 3، وهم كل من الطالبة العيرش كريمة، الطالب تازي أيوب، والطالب منذر عثمانية. مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا. على أن يكون لكم أيضا تدخل ومشاركة في النقاش رفقة ضيوف هذا العدد. قبل أن نبدأ النقاش نتوقف عند هذا التقرير التمهيدي مع الزميل شمس الدين عسي ثم نعود. 21 بقانون مالية جديد ينتظر منه الخبراء أن يعطي بعض من القوة للاقتصاد الوطني الذي أنهكته جائحة الفيروس مثل غيره من اقتصادات العالم في العام الماضي 2020 حتى يكمل هذه السنة على خير. القانون الجديد الذي حمل معه أموالا ضخمة موجهة لدعم الجبهة الاجتماعية وأسعار المواد الأساسية لم يفرض ضرائبا كبيرة بصفة مباشرة على المواطن الذي كان الهدف السهل دائما لأي زيادات تستهدف سد ثغرات الميزانية العاجزة من سنة لأخرى، بعد أن تعذر على الحكومات المتعاقبة إيجاد علاج شافي لها. لكن سنة 2021 يريد منها المسؤولون عن قطاع المالية أن تكون سنة الإصلاحات الحقيقية والعميقة وحتى المفاجآت حسب وزير القطاع. الإصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى الذراع المسؤول عن تحصيل الجباية الذي يقوده قطاع الضرائب، وعدت وزارة المالية أن كل جهودها ستوجه نحو هيكلة رقمية شاملة للنظام الضريبي الذي ما زال يعمل وفق أنظمة كلاسيكية رغم المحاولات الجادة لهيكلته وفق رؤية عصرية، وعقدت لأجله الندوات الإصلاحية ولم ترى معظمها النور حتى يومنا هذا، لتستمر الدولة في الاعتماد على نظامين للجباية: عائدة مالية تأتي من الجباية البترولية وتشكل نصف الميزانية السنوية، وتحصيلات من الجباية العادية التي تقودها الرسوم المباشرة سهلة الاقتطاع، بينما ما زالت العديد من الفئات تتهرب من دفع الضرائب وتعيش على هامش السوق الموازي، بينما هناك آلاف الملايير أيضا لم تحصلها بعض مديريات الضرائب وسجلت في خانة بواقي التحصيل الجبائي. ولن يكفي قانون المالية لوحده في خلق استقرار نسبي للقطاعات الاقتصادية إذا لم يرافقه قانون الاستثمار الذي لم يصدر حتى الآن وبقي حبيس أدراج وزارة الصناعة، وساهم تأخره في تجميد عدد من الاستثمارات عبر الولايات. إذا التقرير كان لشمس الدين عسي. أبدأ هذا النقاش رفقة ضيوفي. أبدأ معك أستاذ هواري تغرسي باعتبارك نائب برلماني. حدثنا عن الظروف التي تم فيها مناقشة وتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021، على اعتبار أنه تعودنا أنه البرلمان على مدار سنوات طويلة كان محطة، خلينا نقول لابد منها، محطة قانونية يمر عليها وكفى. لم نشهد تلك المناقشات ولا حتى تغيير في بعض المواد اللي تكون في قوانين المالية السابقة. مشكور على طبعا طرحك الجميل نوعا ما، ولكن لازم نذكر في وضعية خاصة القانون بالنسبة لهذه السنة، لأنه نحن طبعا في أزمة صحية كبيرة خاصة باللي عرفها العالم ككل بصفة عامة،
ولكن بالمقابل حتى الأزمة الاقتصادية عرفتنا وقصنا كذلك كل العالم. معناتها المداخيل الوطنية كانت منخفضة نوعا ما بالنسبة لي طبعا المداخيل المحروقات، واللي طبعا خفضت تقريبا 40%، وهذا شيء كبير مقارنة مع المراحل السابقة. معناتها انخفاض في أسعار المحروقات العالمية، وانخفاض كذلك في المنتجات الوطنية بالمقابل. نحكي على الجانب الآخر لأنه الميزانية تاعنا تتكون من طبعا الجباية وطبعا المداخيل المحروقات اللي هو الجباية الوطنية. طبعا لاحظنا أنه الجباية بصفة عامة كانت منخفضة نوعا ما مقارنة مع السنوات الماضية. معناتها أزمة اقتصادية كانت نوعا ما خانقة، وطبعا نثمن لما نشوف الميزانية تقريبا ما زالت في حدود 8100 مليار مقارنة مع السنوات الماضية اللي ارتفعت حوالي 10%. هذا طبعا شيء جميل، لأنه علاش؟ الهدف الأساسي هو الحفاظ على خاصة الطابع الاجتماعي، لأنه مهم جدا في هذه السنوات. وهنا القيمة نتاعو تقريبا كانت تقريبا 1900 مليار دينار اللي هي 15 مليار دولار. حاجة واحدة أخرى، كان السيد رئيس الجمهورية طبعا هو مشكور على ذلك، أنه حاول بشتى الطرق الحفاظ خاصة على النسيج الصناعي أو النسيج الاقتصادي الوطني بدعم كثير من طبعا المؤسسات الوطنية، سواء كانت مؤسسة صغيرة أو بالنسبة للمؤسسات، لأنه بكل صراحة عندها مشكل كبير وعجز كبير، وكذلك ضائقة مالية بالنسبة لهذه المؤسسات. نظن هناك شيء إيجابي وطبعا سلبي في هذه النقطة، اللي طبعا عندنا مشكلة بكل صراحة فيها، هي عدم مرونة كثير من القوانين في الجزائر وسرعة اتخاذ القرار فيما يخص العملية. ولكن لازم نقول أنه العجز في الميزانية كان كبير خلال هذه السنة، كان تقريبا 2700 مليار دينار اللي هو تقريبا 21 مليار دولار. وهذا طبعا نتخوف، لأنه جميل هذا العام، ولكن لازم التقرير كان أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهي الإصلاحات الاقتصادية المهمة المرتبطة والموجودة في قانون المالية. حتى بعض النقاط المهمة كانت موجودة خاصة فيما يخص قطاع الضرائب. أستاذ هواري، سنتحدث عن هذه الإصلاحات فيما تبقى من عمر هذا البرنامج. أستاذ سلامي، هل تعلمت الحكومة من الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة في إعدادها لقوانين المالية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا. نحيي زملاء الأساتذة والطلبة الجامعيين. هي في الحقيقة لازم نوضع قانون المالية 2021 في إطاره اللي هو إطار استثنائي. يعني الحكومة الحالية والنظام الحالي جاء ورث وضع. الوضع هذا هو أنه ما سيرناش الأمور تاع الخزينة وما مشيناش على استراتيجية اللي نخرج من نظام ريعي إلى نظام متعدد. اليوم الحكومة ورثت وضع، يعني راهي أمام أمر واقع، عندها مداخل محدودة. يعني لما نتكلم هو تراكم للأزمة اللي بدأت في 2014 مع انخفاض أسعار البترول، ما زالت حتى اليوم بعد 6 سنوات. يعني هذه هي اللي ما تعلمناش الدرس، يعني من 2014 ل 2020 المشكل راهو هنا. أما بالنسبة لسنة 2020 وداخلين سنة 2021 هذا وضع مفروض علينا، لأنه ما نقدرش نتحكم فيه، اللي هو وضع صحي عالمي أدى إلى شلل اقتصادي شامل. نقول بأنه مهما كانت قانون المالية 2021 فيه نقائص، ولكن هو عملية تسيير أزمة محدود في الزمن ومحدود في الأهداف، لأنه ما تقدرش تدير قانون مالية اللي عنده نظرة استراتيجية اقتصادية واقعية وانت في ظل الأزمة عندك نتائج. 2020 كانت سنة ركود اقتصادي. معناتها الحكومة اليوم وضعت قانون مالية هي أول العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في الحالة العادية، هذه أولا. ثانيا إعادة انطلاق الاستثمار من جديد، وهذا نظن بأنه الحكومة راهي واقعة في ما بين مطرقة وسندان. اولا المداخيل محدوده كما قال الاستاذ، العجز اليوم راه بالنسبه لسنه 2021 عجز 2700 مليار اللي هو حوالي 17% من الدخل الخام تاع الجزائر. يعني هذا مبلغ كبير جدا ونسبة كبيرة جدا. ومن جهة واحدة أخرى هناك مطالب اجتماعية ومطالب استمرار الاقتصاد والاستثمار والنفقات العمومية. إذن باش توازن ما بين هذين العنصرين أمر صعب، وبالتالي جاء قانون المالية في هذا الإطار. نتمنى أنه نخرج سريعا من هذا الوضع الاستثنائي، ثم نقدر نتكلم هل الحكومة خذات الدرس من سابق أم لا. أما في الظرف الاستثنائي هذا نقول بأن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة للخروج من هذا. أستاذ سلامي، أشرت لي الظرف الاستثنائي
استثنائي، لكن أيضا الاستثناء خلال سنوات طويلة هو قانون المالية التكميلي. هل يمنح الحكومة في طريق صحيح نحو أنك تعد قانون مالية مضبوط ودقيق ولا نحتاج فيه إلى قوانين مالية تكميلية أو حتى برامج إعادة تقييم؟ لا، ممكن جدا، فيه احتمال كبير جدا ما دام في الوضع الاستثنائي تبقى دائما الحلول الاستثنائيه وارده. انا نقول ممكن جدا نعاود نكون في سنه 2021 في قانون ماليه تكميليه سنه 2021. هذا ما نقدرش نستبعده، لانه علاش يتحكم فيه اولا هي كاين عنصرين اللي ما نقدرش نتحكم فيهم. العنصر الاول هو المداخيل الجبال البتروليه ومداخل البترول من العمله الصعبه، لانه البترول يتحكم فيه ثلاث عناصر: السعر ما نتحكمش فيه، يتحكم فيه السوق العالمي، الكميه ما نتحكمش فيها، والسعر الصرف ما نتحكمش فيه، معناتها الدولار اللي يعني نبيع بالدولار. اذا ما دام الاقتصاد تاعنا مرتبط بثلاث عناصر هذه، بالاضافه الى العنصر اللي هو ايضا الازمه الصحيه اللي واحد ما على بالو كثر يكون الانفراج تاعها، اذا يبقى احتمال قانون ماليه تكميلي وارد. نعم سيد أبو طالب، باعتباركم ناشطين في مجال الاستثمار، نظرتكم لقانون المالية سنة 2021 الإيجابي والسلبي بالنسبة لكم؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لقانون المالية كان قانون حابين يلقوا نقاط قوة فيه، لكن العالم كله مر بأزمة اقتصاديات كبيرة. لكن الجزائر يعني الأرقام اللي كان تفضل الأستاذ هواري مدها، يعني الخسائر اللي مدها هي خسائر صح كبيرة بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للاقتصاد الجزائري، لكن ما ننساوش أنه الجزائر مقارنة بعديد الدول هي في منأى عن يعني انكسار لشوكة الاقتصاد الجزائري، يعني مقارنة بكل الدول خاصة دول الجوار. لماذا؟ لأنه كان كاين دي ريزيرف اللي نقدروا نحافظوا بهم. والآن العالم كله يفكر بتفكير ذكاء اقتصادي، يعني احنا عندنا موارد كبيرة وعندنا مقومات كبيرة وعندنا فرص كبيرة، بالعكس عندنا دول كبيرة حابة تجي تشارك باستثمارات كبيرة، رجال أعمال هامهم الاستثمار في الجزائر. لكن أظن وأعتقد أن الحكومة ما كانتش في المستوى باه تحضر قانون لمواجهة صعاب ربما تكون أخطر من 2020. لماذا؟ لأنه الانكماش اللي اليوم ربما يقارب 5% هو انكماش كبير بالنسبة للاقتصاد الجزائري. واليوم لو أنه نتكلموا بصراحة بالنسبة للمؤسسات، كل المؤسسات الصغيرة الكبيرة المتوسطة كلها يعني متضررة ضرر كبير وبليغ. فلا بد الحكومة تكون لها استراتيجية بذكاء اقتصادي، بحيث أنه تفكر كيف يمكن أن تحدث ديناميكية اقتصادية، تحدث يعني طفرة. لماذا؟ لأنه المحنة اللي رانا نمر بها هي منح، هي فرص تخليك تفكر، تخليك تبدع، تخليك. ورئيس الجمهورية كان دائما يقول في كل خطاباته تحرير المبادرة. ما معنى تحرير المبادرة؟ هي أنك تحرر المؤسسة وتخلي البنك المركزي مراقب فقط. شفنا البارح أيضا في اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية ركز على شيء واحد، هو الصيرفة والبنوك. لماذا الصيرفة والبنوك بالذات؟ لأنه هي المحرك للاقتصاد، وهي اللي تبعث السيولة وتبعث المؤسسة، بحيث أنه تكون بشراكة مع المؤسسة، مش تقرض المؤسسة وتعطيني 170% كرهان أو كضمان، بعدين تأخذ 60% أو 70%. هذا يأثر على الاقتصاد، بحيث أنك اليوم أمام شيئين اثنين. أظن وأعتقد أنه لابد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوقوف أمامها ومعها. أيضا الإدارة لابد عليها أن تنزع اليد الضاغطة لكبح البيروقراطية، لأن البيروقراطية نعانوا منها جميعا. نعم، الجبهة الاجتماعية أيضا زاد نصيبها في قانون المالية لهذه السنة. ارتفع الدعم الحكومي إلى نحو 2000 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، في ظرف اقتصادي يجمع الجميع على أنه حساس، انخفاض في أسعار البترول وزيد عليه جائحة كورونا. أستاذ تغرسي، اليوم كيفاش يستفيد المواطن من هذا الأموال ومن هذا الدعم الموجه خصوصا الفئات الهشة؟ وشفنا رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء انتقد أداء بعض الولاة في الموضوع المتعلق بالتنمية في المناطق المحرومة والنائية. أكيد شفنا خاصة الميزانية تقريبا القيمة نتاعها قيمة كبيرة جدا فيما يخص دعم الطبقات الهشة. خلينا نقول أنه الحفاظ على الطبقات الهشة، لأنه الإمكانيات الكبيرة طبعا موجهة للحفاظ على الطبقات وليس رفع المستوى، لأنه حافظ تقريبا على نفس المستوى، ولكن هذه عملية كبيرة جدا كبيرة،
ولكن بكل صراحه خلينا نقول عقيمه نوعا ما، عقيمه لانه القيمه الماليه حسب خاصه بعض الوزراء اللي كان معنا في اللجنه الماليه يقول انه 20% فقط من هذه الدعم يوصل الى المواطن البسيط، 80% طبعا يوصل. السيد رئيس الجمهوريه البارح كان يتكلم عن نقطه مهمه هي رقمنه المؤسسات الوطنيه، لما نرقمن كل القطاعات الاقتصاديه أكيد أنه راح نوصل إلى دعم حقيقي بالنسبة للمواطن، ويمكن في هذه الحالة ترقية هذا المواطن البسيط. وهنا نحكو على طبعا الميزانية اللي كانت موجودة في مناطق الظل، طبعا أكبر من 100 مليار كانت موجودة في هذه الميزانيات، ولكن اللي مطلوب خاصة السيد رئيس الجمهورية البارح كان رقمنا القطاعات ورقمنا مثلا حتى في الجامعات أعطى البارح قال ضروري تحرر الجامعة، وهذا اللي كان موجود في المراحل السابقة أنه نحكوا على الجامعة لأنه مهم جدا كمورد أساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأنه لاحظنا في ظل الجائحة الماضية مثلا بروز خاصة بعض الجامعات الوطنية من خلال اختراعات علمية، ولكن العراقيل البيروقراطية أثرت على طبعا العملية هذه. نظن بالطريقة هذه لما نحرر الجامعات ونعطي لها أكثر استقلالية راح يكون عندنا منتوج اقتصادي. فقط لما نحكي على مناطق الظل نظن تم تقريبا تغطية كثير من النقاط، ولكن مازال كثير من العمل. نظن لازم تكون البرامج التنموية على المستوى المحلي تكون كفيلة بإيصال كل نقطة طبعا عبر الوطن، وليس بالبرامج طبعا من الطبقات العليا من الجانب هذا. نعم، نفس السؤال أستاذ سلامي فيما يتعلق بهذا الدعم الاجتماعي. دائما السؤال يطرح كيف سيستفيد المواطن البسيط والمحتاج حقيقة من هذه الأموال الضخمة تحدث على 2000 مليار دينار. المبلغ كبير جدا، هو يمثل حوالي 25% من النفقات العمومية. هذا أنا بالنسبة لي بالنسبة للحكومة تتكلم على التضامن الاجتماعي. أنا نقول بأنه تضامن مغشوش. لماذا تضامن مغشوش؟ كما قال الأستاذ عدم توازن في يعني الدعم اللي كان من المفروض يوجه إلى طبقات الهشة، هو الطبقات الهشة لا تستفيد إلا من حوالي 20% أكثر بقليل أو أقل بقليل. هذه أولا من جانب. من الجانب الآخر الجباية الغير عادلة، يعني لما يكون عندك جباية غير عادلة معناتها ماهوش علاش نتكلموا دائما على توسيع القاعدة الجبائية باش الجباية تمس كل الناس بطريقة سليمة وعادلة. هذا الحل الأول. الحل الثاني التوجيه الصحيح للدعم الاجتماعي. إذا كان كفتي الدعم هذا مش متوازنين، لا جباية عادلة ولا تحويلات اجتماعية عادلة، هذا يتطلب منا إعادة نظر في الجانبين. الإصلاح الجبائي العميق والشامل اللي كان وعد به وزير المالية ورئيس الجمهورية، والإصلاحات بالنسبة للتحويلات الاجتماعية اللي كما قال الأستاذ تعتمد على الرقمنة ووصول المعلومة الصحيحة لتتوجه التحويلات الاجتماعية إلى مكانها الصحيح، ولا تذهب إلى من ليس في حاجة إلى هذا الدعم الاجتماعي. هذا هو نعم. سيد بوطالبي، كمنظومة استثمار هل هذا يساعد المستثمرين؟ لأنه شفنا وتحدث قبل قليل عن الأضرار اللي عانت منها الكثير من المؤسسات والكثير من الحرفيين بسبب وباء كورونا. هذا سياسة الدعم الاجتماعي تساعدكم كمستثمرين؟ والله أذكر الأستاذ شمس الدين في المقدمة كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة لقانون الاستثمار، لأنه لو نلاحظ في 2020 كانت المؤسسة انخرطت يعني في التكافل الاجتماعي مع الأضرار اللي الحق عليها المواطن، يعني من أجل سلامة المواطن. هذه شيء مهم جدا أنه المؤسسة تنخرط في المشاركة في الدعم الاجتماعي. اليوم نشوف أنه على الحكومة تروح للرقمنة أول شيء، وأول نقطة لابد أن نبدأ بها، لأنه المعلومة الإحصائية به تكون دقيقة، تكون شفافة، لابد أن تكون واصلة لكل واحد فينا. أنت ربما كصحفي وربما حتى المواطن كمواطن لابد أن تصل المعلومة الصحيحة والدقيقة بالنسبة لما يحاك وما يدار في المنظومة الاقتصادية. اليوم نصيب أنه المصنع يشتري بما تدعمه الحكومة، وأيضا ربما لإطار يشتري مما يشتري منه المواطن البسيط، فلا يوجد تكافؤ اجتماعي. الآن الحكومة مطالبة بشيئين: تكافؤ الفرص وأيضا تكافؤ اجتماعي. تكافؤ الفرص بالنسبة للمؤسسات، لأنه اليوم المؤسسة لابد علينا أن نوفر لها الفرص بالانخراط في المنظومة الاجتماعية أصلا. وأيضا لماذا؟ لأنه لما المؤسسة نخليها
تدي دورها الإيجابي في حماية المواطن والدور الإيجابي في مساعدة المحتاج ومساعدة الآخرين، وكل شيء يكون منظم برقمنة واضحة ومعلومة إحصائية. اليوم نقدر نحصيو شحال من محتاج عندنا في الجزائر، أكيد مش 40 مليون، يكونوا 5 ملايين مثلا، كما ذكر 20% من القيمة المخصصة للفئات الهشة والفئات الضعيفة لابد علينا الوقوف منها. علمتنا أيضا جائحة كورونا أنه اليوم لابد علينا أن نحمي طبقة المستهلك، الطبقة الضعيفة. لماذا؟ لأنه هي اللي تأسس على دوران الاقتصاد. لا ما حميناش السيولة وما حميناش المواطن البسيط في دوران الاقتصاد باه يروح يشري، ما وفرنالوش باه يروح يشري، راح يأثر على عجلة الاقتصاد والدوران الاقتصادي السليم. نعم، إذا قبل ما نروحوا للطلبة للمشاركة معنا في هذا النقاش باختصار، سي سلامي وسي تيغرسي، سنوات طويلة وإحنا نتحدثوا على الدعم الموجه ونتحدثوا على الرقمنة ولا شيء تحقق. كل سنة نعطلوا، وش الأسباب اللي تخلي الحكومات المتعاقبة ما يروحوش لهذه البطاقية الوطنية للمحتاجين وخلي نوجه الدعم؟ سي تيغرسي ثم سلامي باختصار. أكيد بيروقراطية تمثل بيروقراطية لأنه موجودة على مستوى كل القطاعات. نظن إذا كانت عندنا نية حسنة من طرف الحكومة ومبالغ محترمة من طرف الحكومة، لأنه بكل صراحة لما ندخل الرقمنة في كل قطاعات اقتصادية وتبدأ مثلا من خلال البلدية، من خلال إبراز كل عمل بلدي طبعا يجب أن يبرمج على الإنترنت، ثم من خلال الدائرة، من خلال الولاية، من خلال المؤسسة الاقتصادية، من خلال طبعا مش ما أنت قطاع لما نسمع طبعا قطاع الرقمنة فيما يخص الجانب، لا ما يخص الجانب المالي فقط، في كل القطاعات الاقتصادية ضرورة الاستثمار في قطاع طبعا الرقمنة. والرقمنة عبارة عن قيمة أو قيمة معتبرة من الأموال اللي قدرنا نحققها. أنا نقول لك أنه ممكن نجو العام هذا قال نديروا 10 ملايير طبعا دولار استثمار بالنسبة للرقمنة، ولكن نقول لك حاجة بكل صراحة، 50 مليار يمكن طبعا ندخلها في نهاية السنة، العام الجاي ندخل أكثر من القيمة هذه، وبالتالي هو عبارة عن استثمار منتج يمكن طبعا تحقيق ثروة في المستقبل وتحقيق الشفافية المطلوبة كذلك. نعم أستاذ سلامي، نعم أنا نظن بأنه على مدار سنوات قلنا أنه فيه ناس مستفادين من طبعاً عدم الرقمنة ومن عدم الذهاب نحو الدعم الموجه وغيره، ولكن الشيء اللي لازم نشوفه في الميدان هو الشجاعة واتخاذ القرارات. احنا عندنا أكثر من سنة سمعنا بأنه راح تكون مراجعة التحويلات الاجتماعية بالنسبة لمادتين أو 3 مواد، وبعد نوسع العملية، وقال بأنه كاين وزارة الداخلية حتعد البطاقية، ولكن كي توقف وتشوف ضبابية وغياب المعلومة بعد سنة ما عندنا حتى معلومة وين مشينا في المجال هذا. انت راك تقول بأنه التحويلات الاجتماعية زادت في المبلغ، إذا هل هذا تقدم أو تأخر؟ إذا الشيء المطلوب هو الإرادة والفعالية في الميدان. قال ما نهربش للحل السهل أنه نخصص في الميزانية 2000 مليار للتحويلات الاجتماعية، لا، نبدأ في الحل الحقيقي اللي هو مراجعة الحلول هذا التحويلات الاجتماعية. قال تقدمنا ما تقدمناش هذا أمر آخر يحتاج إلى رقمنة، ولكن على الأقل نمشي خطوة إلى الأمام، مش نبقى فقط نزيد في التحويلات. نعم، خلينا نشرك الطلبة معنا. تفضلوا، اللي عنده سؤال للأساتذة يتفضل. كريمة، أيوب ومنذر. إذا سيدي، بعد صدور قانون المالية 2021 لاحظنا أنه هنالك دعم معتبر من ناحية تخفيض الضرائب لأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع والحاضنات. في رأيك هل هذا التخفيض لوحده كافي أنه يدعم أصحاب المشاريع في توسيع عملها وفي تقليل من ناحية البطالة وزيادة أرقام أعمالها؟ وسؤال آخر من فضلك أيضا، هل أنه تطبيق الرقمنة يعني بحذافيرها في جميع المجالات سيكون كاف أو بالأحرى سيكون مجد في ظل أنه النظام الإداري القديم هذا أنه راح يقدر يجدي نفعا؟ ومن ناحية أنه كذلك مثل ما ذكر الأستاذ أنه مثل ما كان هنالك خرائط جغرافية، كان خرائط ضوئية، يجب أن تكون خرائط مالية من ناحية أنه في كل ولاية على مستوى كل دائرة يكون معطيات اللي توفر للاستثمار. نعم، الأسئلة تكون باختصار باش ضيوف يقدروا أولا يركزوا في الأسئلة ويعطونا إجابات عليها. درت 3 أسئلة في نفس لا كثير 3 أسئلة باش نخلوا المكان للزملاء، لكنه مازال فرصة أيضا لطرح أسئلة في نهاية هذا البرنامج. نعم، تفضلوا.
شكرا على السؤال. على كل حال هي بالنسبه للتشجيعات، انا لما يتكلموا على الشركات الناشئه او الستارت اب فيها تشجيعات للحاضنات والشباب اللي عندهم الاعتماد تاع ستارت اب. هذه بدايه، لانه علاش هذا المشروع ما يمثلش كبير بالنسبه للاقتصاد الوطني، صحيح هو مشروع مستقبلي، اما اليوم الشركات هذه اللي تكلمي عليها الناشئه العدد تاعها قليل والمشاركه تاعها في على المدى القريب والمتوسط هي ضعيفه بالنسبه للاقتصاد، ولكن هو مشروع مستقبلي للنهوض بهذه المؤسسات. انا نتمنى نتكلم ربما مع المؤسسات المصغره اللي العدد تاعها اليوم راه حوالي يقترب من 400 ألف، وفيه مشروع بانه في نهايه سنه 2021 يصل الى مليون مؤسسه مصغره. هذه اللي هنا اتخذت اجراءات معهم في بالنسبه ما بين الوزاره المنتدبه والبنوك والضرائب وكل المعنيين، وهذه كاين فيها تشجيع وكاين حتى نظره جديده بالنسبه لهذا المشروع تاع اللي كان لونساج واليوم تبدلت بانه اصبحت مؤسساتيه. هذا نظن بانه لازم نمد هذه الامتيازات للشباب هذو، لازم نخلق جو جديد، مناخ اقتصادي جديد لهذا النوع من المؤسسات الناشئه اللي راح ربما في المستقبل ان شاء الله تكون عندها مساهمه كبيره في الاقتصاد الوطني. نتكلم ايضا باختصار على الرقمنه. الرقمنه هو عنصر أساسي، هو من بين المحاور الأساسية للاقتصاد، والجميع راه متفق على هذا المبدأ. الرقمنة لا مفر منها، اليوم أصبحت حتمية مش خيار بالنسبة لنا، وراح تشارك. أنا نقول بأنه 50% من بداية حل المشاكل الاقتصادية للجزائر والمشاكل الاجتماعية وكل المشاكل تنطلق من الرقمنة. الرقمنة تعطيك شفافية، تعطيك الرقم الحقيقي، تعطيك نظرة واضحة عن يعني اليوم رانا في غياب المعلومة. كل القطاعات فيها غياب، كل يوم تسمعي خبر جديد، تسمعي رقم جديد، تسمعي استراتيجيه ومن بعد نغيرها. اذا الرقمنه حتعطينا صوره واضحه وبالتالي توضح لنا الرؤيه للانطلاق. نعم، استسمحك استاذ سلامي وضيوفي، نذهب لفقره الارقام تتكلم ثم نعود لمواصله هذا النقاش. في فقرة الأرقام تتكلم سنتحدث على قطاع الضرائب، الذراع المالية لأي دولة، إذ تعد الضرائب مصدر مهم لأي دولة في تمويل ميزانيتها السنوية. الجزائر تعتمد على نوعين من العائدات الجبائية. نتحدث بداية عن جباية بترولية تأتي من الضرائب المفروضة على الشركات النفطية الوطنية والأجنبية. هذه الجباية تفوق في مرات كثيرة مستوى 2000 مليار دينار سنويا، وتشكل عنصر أساسي في إعداد الميزانية السنوية كما نشاهد على الشاشة. قلت تشكل عنصر أساسي في إعداد الميزانية السنوية. وهناك الجباية العادية التي تأتي من عائدات الضرائب المفروضة على الشركات، وأيضا تلك الضرائب التي يدفعها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر. التركيبة الجبائية العادية في السنوات الثلاث الأخيرة كانت تركيبة عائدات الجباية العادية تأتي أولا من إيرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35%، الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء ما بين 24 إلى 26%، ثم الضريبة على أرباح الشركات ب15%. بعدها تأتي عائدات الرسم على النشاط المهني بنسبة 7%، ثم الضريبة على الدخل الإجمالي لغير الأجراء بنسبة 3%، وأخيرا الرسم على المنتجات البترولية ب3%، والرسم الداخلي للاستهلاك بنسبة 2%. وفي هذا العام سيتم تطبيق الضريبة
على الثروة لأول مرة. السؤال الذي يطرح دائما: أين تذهب الضرائب المحصلة ومن يستفيد منها؟ الضرائب التي تدفع تخصص لتمويل مشاريع الدولة كالسكن والصحة والتربية والنقل، إضافة إلى المنشآت القاعدية للطرقات والسدود ومشاريع أخرى. جزء مهم من هذه العائدات يذهب لتمويل الجماعات المحلية كالبلديات والولايات وصناديق التضامن، وحتى الضمان للجماعات المحلية مع تعويض العمال الأجراء في المصالح العمومية. في الحديث عن قطاع الضرائب، الخبراء يدعون لإصلاحات عميقة في المنظومة الضريبية، إذ لا يعجب أداء منظومة الضرائب في كل الحالات لا المسؤولين ولا الخبراء والمختصين رغم إدخال بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة. اليوم يرتفع سقف المطالب لتقوية هذا الجهاز ورقمنته بشكل كامل، مع منح تحفيزات أكبر لموظفي الضرائب لحمايتهم، مع منح جهاز الضرائب أيضا صلاحية أوسع لمتابعة ومراقبة الشركات. إذن كانت هذه فقرة الأرقام تتكلم. نذهب مباشرة إلى فقرة الاقتصاد والمواطن ثم نعود لهذا النقاش. العليا باش ينظروا للتجار وذاك. كاينين اللي راه كاري، كاين اللي راه يسلك في الغرامه وهو مسكر، كاين اللي راه ما يخدموش نهائيا ويسلكوا في الضرائب تاعهم. نطلب من السلطات العليا باش يخفضوا لهم في هذا العام او يلغيوه كما طلبنا في ذاك في السابق. طلبنا باش يلغيوا لهم العام هذا ما يسلكوش الضرائب. 2021 احنا رانا في 9 شهور ما خدمناش، ما نطيقوش نسلكوا الضرائب. رانا في 9 موا ما تحركناش. حتى اليوم راشد الرايس عطانا رخصه بنتنقلوا باربع اشخاص. انا جيت متيارت، انا بيت هنايا في سطيف، ما تساعدنيش انايا نخدم بكات بلاص باسكو راهي مسافه ورانا نخدموا بالطريف تاعنا العادي، ما نزيدوا الناس. ماذا بينا ديروا لنا حل في هذا المشكل تاع الاشخاص. شخصيا سائق سيارة الأجرة تاكسيور حتموني باش سلكت الغرامة في 2020 كاملة. احنا من مارس ما خدمناش، واحد ما دخل 4 دورو وحتموني. جاتني امر تاع اطار تاع باه ندخل بني باه يعطيو له لابورس في الجامعة، طلبوا لي ليكستري درول حتموني باش سلكت الغرامة تاع 2020. هذا الامر اسكو عندهم حق باه يحتمني انا نسلك 2020 في الغرامة، ولا عندي حق باه ما نسلكش 2020؟ لا ما اخطرش، لا انا ما خدمتش في 2020 ما خدمتش. التعامل معهم معامله طيبه وجيده، ما عندنا معهم حتى مشكل، لكن تبقى انه في القانون، يعني في القانون في الامور هذه نتاع التسديد كل 3 اشهر ضروا الحقيقه، ضروا التجار، وخاصه نحن في الظرف هذا تاع كوفيد 19. يعني فهمتي امورنا تعبت. طريقه المعامله معنا بالوثائق، يبعثوا لنا الاشعارات في الوقت المحدد، نعمروا الاشعار، نمشوا هنا في مدينتنا في بلديه بير العاتر، ندفعوا لهم الاشعار ونسدوا المبلغ المطلوب، يستقبلونا، يعني يشرحوا لنا ما. إذن كانت هذه فقرة الاقتصاد والمواطن. استمعنا إلى جانب من انشغالات المواطنين والتجار. تعليقات سريعة لضيوفي حول ما سمعناه. أبدأ بك السيد بوطالبي. الحديث دائما عن الضرائب، وقلنا في البداية أنه سنة استثنائية مع كورونا، كانت في إعفاءات. الناس اليوم تطالب حتى بإلغاء الضريبة سنة 2021. كونوا صادقين في هذا الموضوع أستاذي الكريم، حتى المواطن لازم يشارك، وكل واحد، أنا متأكد أنه كل مواطن حب يشارك من أجل نهضة اقتصادية حقيقية. الضريبة هي المصدر الوحيد ربما للدخل العادي للبلديات وللولايات. اليوم لابد علينا أن نبحث عن البحث العلمي، لأنه ما كاش حاجة تمشي بلا بحث علمي، بلا علم. ذكر الدكتور هواري قبيل أنه البحث العلمي لابد علينا أن تخصيص ميزانية كبيرة جدا للبحث عن المشاكل. كنا نعرف الأسباب وكنا نعرف المشاكل، لكن لا نبحث عن الأسباب، فحوى الأسباب، كيف يمكن أن نجد حلول. اليوم الحل واضح، وكان رئيس الجمهورية في بداية
جونفي على ما اعتقد او فيفري، كان ذكر انه لابد عن توزيع الجبايه وايجاد حلول كيف يمكن ان ندخل الجبايه باكثر كتله باقل تكلفه بالنسبه للشركات والمواطنين. دكتور هواري تغرسي في نفس والله النقطة استمعنا انشغالات المواطنين. نعم أنا مع الفكرة، ولكن كانت خاصة جرت مؤخرا الجلسات الوطنية بالنسبة للضرائب، وهذه أنا كنت ضد الفكرة دي، لأنه النقطة أو التفكير الفلسفي بالنسبة للضريبة سمعناه، هو كثرة الضريبة في الجزائر في بعض الحالات توصل إلى 52%. كنا مطلب كان عندنا تقريبا عدة سنوات واقترحنا أنه تخفيض الضريبة ب50% لهدف هو تشجيع الاستثمار وتشجيع الاستهلاك. وكان قال السي أمين قبيل الاستهلاك هو المحرك الأساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني. معناتها لما نخفض الضريبة يمكن نوسع الضريبة، يمكن نوحد الضريبة، والمداخيل الضريبية في المستقبل تكون في المستوى. نعم أستاذ سلامي. نعم، شوف، هي اولا بالنسبه لتدخل المواطنين، صحيح المواطنين الجزائريين سواء مؤسسات او افراد كلهم كانوا تاثروا بالازمه هذه. بالنسبه للضرائب نظن بانه الامر معقد نوعا ما، لانه علاش اليوم الجهاز الضريبي او النظام الضريبي تاعنا ما عندوش الامكانيات باش يتحكم في القضايا كما هذه، وهناك ضغط على المواطن، لانه علاش النظام الضريبي او الضريبه هي عباره عن هرم، كل ما وسعنا له القاعده يخف الضغط، كل ما نقصت القاعده رايح الضغط يكون على فئه معينه ويكون ضغط كبير كما قال الاستاذ يصل الى في بعض الاحيان الى 50%. يجب توسيع القاعده الضريبيه مع الخفض من الضغط الضريبي، الجميع يشارك قد حسب القدره تاعو، ونظن هذا هو اللي رايح يكون ان شاء الله اذا كانت الاصلاحات الجبائيه في 2021. نعم، نبقى في الضرائب. السيد بوطالبي، الكثير من المستثمرين والتجار يشتكون من هذا التعقيدات الموجوده في قطاع الضرائب، لكن كثير منهم ايضا لا يسدد هذه الضرائب ويتاخرون عمدا في تسديد اشتراكاتهم والمستحقات عليهم. قلت انه الدراسه لما نبحث لماذا هذا المستثمر او لماذا هذا صاحب الشركه لا يسدد الضريبه، لما نعرف السبب نقدر نجد حلول حقيقيه. لماذا؟ لانه هذا المحصل اللي يروح يلم الضرائب من عند الشركات، تخيل انه ربما يخلص 3 ملايين ونص ولا 4 ملايين ونص، ويروح يسدد ما قيمته ربما 3 ملايين دينار، يعني مباشرة قهوة قادر يبدل الرأي تاعو يصبر عليه عامين. مش لماذا؟ لأنه ما عطينالوش حقه، حتى هذاك اللي راه يجيب لنا في الضرائب ما عطينالوش حقه اللي لازم يكون. الآن لابد علينا أن نعرف أنه كي نعرف الأسباب الحقيقية تاع الشركات على مش تدفع الضرائب، علاه راهم يقولوا كثير الضرائب، ونعرف أن نوسعها على نطاق أوسع ونخفضها وتكون التحصيل تاعها أكثر من اللي راه الآن ربما مرتفع وغير محصل. دوركم كنواب سي هواري تغرسي في هذا الإصلاحات المطروحة، تحدثنا عن الكثير من الورشات، لكن في النهاية ما زال ما شفناش حاجة ملموسة وعملية في الميدان. أكيد احنا تابعين لكل المنظومة السياسية والاقتصادية في الجزائر، لما ما تطورش اكيد كل القطاعات لازم حتى البرلمان ما يطورش في الجانب هذا. خليني نقول لك، انا عندي مقترح تقريبا من 2 وانا نادي بالمقترح لاول مره، نشكر وزير الماليه لاول مره يسمع بهذا المقترح وحاب يعالج المقترح، انه تخفيض الضريبه مهم جدا. لانه علاش كي نخفض الضريبه واش يصرى؟ كاين مشكله عدم وجود ثقه بين طبعا كل الصناعيين والتجار، وطبعا بين المحصلين والضريبه. هذه اشكاليه. باش نحل اشكاليه، طبعا الحاجه الاولى هي تخفيض الضريبه ورقمنه الضريبه. معناتها تخفيض الضريبه لما نخفضها 50% تسمح للمستثمر والصناعي باش يعاود طبعا يوسع الانتاج تاعو في السنوات القادمه. لما يوسع الانتاج تاعو، رغم انه ممكن السي سلام يقول راح نحصلوا في الضريبه العام الاول والثاني، ولكن في المراحل القادمه راح نطور لانه لازم نفكر، هل نحن نريد استثمارات وطنيه حقيقيه؟ نعم. هل نريد ضرائب فقط؟ لا، لانه الضريبه الهدف منها حاجه واحده اخرى، انه لازم نطور الاستثمار نتاعنا من خلال تخفيض الضريبه
واسترجاع ثقة كل طبعا الوطنيين في هذا المجال. أستاذ سلامي، تحدثنا أكثر من مرة وحتى في الكواليس قبل ما نبدأ تسجيل هذا البرنامج على الجلسات الوطنية للإصلاح الضريبي والمالي، جاءت بشكل مفاجئ آنذاك واختفت أيضا اليوم بشكل مفاجئ، ما شفنا حتى توصيات. أين وصلت هذه العملية؟ هل عندكم اتصالات مع وزارة المالية؟ نعم، والله احنا كنا شجعنا العمليه وثمناها، لانه الوزير جاء في شهر جوان، بادر بالعمليه في شهر جويليا حوالي اقل من شهر. كان المطلب هذا اللي طالبنا به الجميع، كل المعنيين، مؤسسات، جمعيات، منظمات، حتى يعني لو كان نعطيك معلومه انه الاطارات تاع مدير العمل الضريبي اللي كانوا حاضرين في الجلسات كانوا مرتاحين، لانه علاش جات هذه الفرصه تاع الجلسات اللي خلت يسمعوا، يشوفوا نفسهم في المرآة، وقال لك باللي هذا واقع لازم يتغير. يعني هناك اعتراف الجميع بأن الوضع غير قابل للتأجيل. إذا ثمنا هذه الأيام اللي كان الوزير حاضر فيها على مدى 3 أيام، وكان حتى شارك في بعض النقاشات. نعم، ورشات على 3 أيام، يعني ربما نقول لك حضر أكثر من 80% من المعنيين بالنظام الجبائي الجزائري من كل الجهات، وكانت طرحت كل المشاكل. درنا يعني تقييم للنظام الجبائي الحالي، وكانت فيه اقتراحات كبيرة جدا، كانت تقارير. نظن بأن المدير العام للضرائب هي التي تم الوزير تكليفها بتحضير التقارير تاع الجلسات، ونظن بأنه هنا المعلومة تاعنا توقف. هل المديرية العامة قامت بالتقرير وقدمته الوزير؟ هل الوزير قدمه لمستوى أعلى؟ لحد الآن ما نعرف، ولكن احنا كاين شيء اللي أنا دائما نتكلم عليه، الوزير قال بأنه التغيير أو الإصلاح يكون على المدى القريب جدا. 6 شهور نظن دخلنا في المدى المتوسط. نتمنى بأنه كاين ظروف برك منعت، ولكن باش يكون سنة 2021 نعم تغيير حقيقي. نعم، محور آخر مهم أعود لك سيد بوطالبي. هل اليوم البلاد في حاجة إلى قوانين مالية فقط، أم أنه قانون الاستثمار الذي يجب أن يكون واضحا اليوم هو أولوية باش نمشي للأمام؟ كل القوانين لابد ان تكون واضحه، مش قانون الاستثمار فقط. لماذا؟ لانه لما تكون شفافيه وتكون رقمنه في كل شيء. البارح فقط وانا في ندوه مع جهه خليجيه حابين يدخلوا الاستثمار في الجزائر، لكن لا يعرفون من اين يبداون. حتى يدخلوا المواقع اللي سيت تاعنا ما كان ولا شيء، ما كان ولا معلومه. المعلومه لما تتوفر للناس بشفافيه، وتكون هناك رقمنه بالنسبه للضريبه، بالنسبه للاستثمار، بالنسبه لتكافؤ الفرص. لماذا الان نقولوا ربما المشاكل اللي صارت كثيره هي الاراضي بالنسبه او المكان اللي يستثمر فيه اي مستثمر، العقار. كيف اليوم المستثمر في 2020 كامل ما استقبلوا والي، ما استقبلوا شاف دايره، ما دا قرار، ما مشات حاجه، ما مشات، وكل شيء نوقفوه على كيف نسموها اغريمون. كل من يدير اغريمون معناتها تزيد الفساد، كل من تزيد اعتماد معناتها تزيد الفساد. تحرير التجاره وتحرير الاستثمار راح يعود لك بالفائده. لماذا؟ راح تفتح مؤسسات. اليوم الطلبه الله يبارك لهم شباب، طلبه شكون اللي يفكر فيهم؟ هل نخلوهم يفكروا في وظيفه فقط في اطار مغلق، في صندوق مغلق؟ خليه يتحرر، خليه يفكر في مشاريع كبيره، في مشاريع عملاقه، يبدا بمشروع صغير لكن يكبر بعد حين. لماذا؟ لانه اليوم التقارير تقول انه 1 مليون مؤسسه، واحنا نحتاج الى 6 مليون مؤسسه. نعم سي وليد غرسي، انت النائب البرلماني، اليوم دوركم في تفعيل عجل او تدوير عجله الاستثمار في الولايات. اليوم المستثمر خلينا نقولوا ادينا عليه صوره نمطيه سلبيه بالنظر الى 20 سنه لكبار المستثمرين واش عملوا فيها والقروض والفساد اللي كان واضح. اليوم ايضا فيه ملفات تاع مستثمرين هي رهينه تاع بيروقراطيه تاع اجراءات كما كان يتحدث سي بوطالبي اليوم على المستوى الولائي. والله في خوف من قبل الولات من تراكمات تاع السنوات الماضيه. نحكوا على المشكله بالنسبه لقانون الاستثمار، لانه حتى لما راح نظن يصدر بعد ايام قانون الاستثمار، ولكن انا نتنبأ له بالفشل هذا قانون الاستثمار، لانه القطاعات الوزاريه ما شاركتش في العمليه، لانه قانون الاستثمار مفروض تكون عمل تشاوري بين القطاعات الاقتصاديه. ولما نقول قانون الاستثمار مش هو مرتبط بقطاع الصناعه فقط، السياحه، الخدمات، الفلاحه، كذا معناتها لازم استشاره تاع جميع القطاعات الوزاريه المهمه الى جانب الشركاء الاقتصاديين.
لازم نسمع سي امين ونسمع فلان ونسمع فلان ونسمع كل القطاعات اللي موجودين في الواقع، معناتها نسمع المشاكل تاعهم باش نعطي بالور، ولكن بالتفكير الاداري اللي موجود راح نصدر قانون استثمار واحد اخر بطريقه اخرى معرقل بالنسبه لكثير من الاستثمارات. هذه اشكاليه، انه لازم تكون نحكي على، والله كان عندي لقاء مع بعض الولاة مؤخرا قال لك 2020 تقريبا الاستثمارات متوقفه. هذا انا سمعت من طرف والي يقول لك انه الاستثمارات عندنا متوقفه. كاين تخوف للتخون، لانه كاين مرحله حريه اتخاذ قرار. طبعا السيد رئيس الجمهوريه كان يحكي البارح حريه اتخاذ قرار بالنسبه للجامعه، لا نقولها بالنسبه للجامعات المحليه حتى رئيس البلديه عدم اتخاذ القرار المناسب، بالنسبه للوالي تخوف من اتخاذ قرار، وهذا مشكل العقار اللي موجود طبعا على مستوى جميع الولايات. طبعا اشكاليه كبيره، ونتمنى انه طبعا قانون الاستثمار قبل ما نشوفوه احنا لازم على الاقل يشوفوه طبعا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين باش يكون عنده نظره عامه بالنسبه للمناخ الاستثمار. وحاجه واحده اخرى، الشفافيه في اتخاذ القرار. نعيد الكلمه للطلبه لضيوفنا مع منذر وايوب. تفضل ايوب اطرح سؤالك. السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. العفو، مرحبا بك. وشكرا على الاجوبه تاعكم، شكرا لاعطائنا الفرصه باش نطرحوا على هذه الاسئله. عندي اسئلتين. السؤال الاول من جهه نحن الطلبه، هل القانون الماليه هذا جديد حيعاون الطلبه باش يديروا المشاريع تاعهم، يطبقوا الافكار تاعهم بدون انقاص يعني تسهيل التشريع تاع الاوراق وكاع بدون كلمه معرفه؟ باسكو على بالي بلي احنا تروح تفري شغالاتك المعرفه لازم لك باش تفري شغالاتك بالخف، انت ما عندكش معرفه ما تقدر تفري والو. ثم انا عندي مشروع انا حاب نحط هذا المشروع ما نقدرش باسكو ما عنديش معرفه. باقي المشروع تاعي حيجيب اموال جيده للبلاد تاع بلادنا. سؤالك الثاني ايوب. والسؤال الثاني على جال الضرائب، هل هناك بعد الرقمنه بعد وضع باذن الله مشروع الرقمنه هل هناك العفو على الضرائب للناس اللي شيء قادره، وهل هناك تطبيق يعني فرضيه على الناس هذوك رجال الاعمال اللي قادر ما يخلصوش هروب من الضرائب يديروا هروب من الضرائب؟ نعم، خلي قبل ما تجاوبوا ناخذوا ايضا سؤال منذر ثم نجيب مره واحده. تفضل منذر. السلام عليكم، مشكورين على الاستضافه. راح اطرح سؤال الاساتذه المكرمين: ما مصير صندوق تمويل البحث العلمي في قانون الماليه الجديد؟ هذا هو السؤال اللي راح نطرحه، وشكرا. تفضل. فيما يخص قانون الماليه وتحدث على قضيه المعرفه، ودائما نربطوا المعرفه انه الرقمنه ممكن تقديرنا على هذا الجمهوريه كان عطاء خاصه فيما يخص نظن اللقاء الاخير فيما يخص الشركات الناشئه، كان هدف من الشركات لما تشوف قانون الماليه هناك طبعا دعم بالنسبه للشركات الناشئه من خلال الصندوق نتاعها، وطبعا ولكن لازم المساهمه تاع القطاع الخاص في العمليه، لانه هذه البدايه فقط مهمه جدا، ولكن المراحل الجايه تقتضي مشاركه، لانه علاش معناتها ما راحش يدير فيك الخير لما نحكوا على طبعا الحاضنات ما راحش يديك في الخير، لما يدخل معك سي كونتين 49. هذا مهم جدا، ولكن يبلور خاصه الفكره بالنسبه لي طبعا الاستثمار لانه تدخل فكره عنده وجايبها، ولكن يبدل لك الفكره، ممكن يعدل لك او يبدل لك الفكره بالنسبه للمؤسسه تاعك. وهنا ضروري تكون خريطه وطنيه بالنسبه للاستثمارات، وهذه نطالبها دائما، نقول انه لازم تكون خريطه بالنسبه على المستوى المحلي وعلى المستوى طبعا القطاعي. هذه النقطه الاولى، انه ما يكفيش، لانه المؤسسات الصغيره بكل صراحه راهي تعاني، ولازم مناخ استثمار نعاود نولي لنفس الطريقه. معناتها الشركات الناشئه نعم جميل اعطينا لها دعم، ولكن هذه الشركات شكونها؟ هي مؤسسه صغيره، لما تكمل العمل تاعها تولي مؤسسه صغيره ومتوسطه وتدخل في المناخ العود لنفسه. نعم. معناتها لازم نصلح في المناخ الاستثمار. بالنسبه لي نعم باختصار سي هواري باش نخليو نزيدوا بالنسبه لي طبعا الضريبه قلنا بكل صراحه لازم اعاده هيكله بالنسبه للضريبه ومفهوم الضريبه باش تولي قابله طبعا للدفع من المواطن يقبلها وحتى المستثمر يقبلها بصفه عامه. هذه معناتها انه تبسيطها ب 50%. النقطه الثالثه بالنسبه للصندوق تاع المتعلق خاصه القطاع تاع نظن سيد رئيس الجمهوريه كان البارح خاصه نحكي نقطه مهمه، اعطاء اكثر استقلاليه بالنسبه للجامعه. وهذه هنا واش معناتها؟
معناتها في جامعه البرج ممكن جدا الجهاز التنفسي كان واجد في المراحل السابقه، وكنا مهم جدا انه ينطلق في العمليه، ولكن ما عندهمش الحق بالتشاور مثلا مع مؤسسه بدون ذكر مؤسسه محليه، ويبدا الاتفاق ويعود بالنفع بالنسبه للجامعه والمنظومه الصحيه وبالنسبه للمستثمر. نعم. وبالنسبه للمنظومه الصحيه. هذا السيد رئيس الجمهوريه باش يعطي اكثر حريه بالنسبه لي طبعا نعم. الاستثمار الوطني. استاذ سلامي، في النقطه المتعلقه بالضرائب اذا حبيت تضيف شيء. نعم، الطالب كان تكلم على، قال في حاله الرقمنه هل يمكن عفو جبائي؟ هي قضيه العفو هذه مش هي تتعاكس او مضاده او هي عكس العداله الجبائيه. ما تقدرش انسان عنده دين جبائي تعفو عليه وانسان يدفع الضرائب بيدفع الضرائب، هذا اللي يدفع الضرائب يقول لك انا ثاني غدوه ما ندفعش تعفو عليا. العفو يكون في حالات خاصه اللي هي اليوم مثلا ديون الخزينه او مستحقات الخزينه العموميه راهي في حدود 11000 مليار نصفيها. كاين ديون غير قابله للتحصيل، غير قابله، مؤسسات حلت، ناس ماتوا ما عندهم حتى، هذه لازم نصفي. تقدر ب 8000 مليار دولار. 8000 مليار، وكاين حتى وزير الماليه السابق كان يتكلم على 11000 مليار. هنا شوف نقدر نعفو على واش؟ على الغرامات، غرامات التاخير. هنا قال نحي لك غرامات التاخير، ولكن الاساسي هو في قانون الماليه 2021 هم مدوا اجال الدفع الى 60 شهر بدل 36 شهر. هذا امر جميل انك نعفي لك على الغرامه والعقوبه، ولكن الاساسي من الضريبه نعطيك 60 شهر. 60 شهر الله يبارك، يعني مده مليحه باش تدفع الضرائب تاعك، لانه العفو في كل المجالات، نعفو على واحد وما نعفوش على واحد هذه ضد ما دام فيه نشاط لازم الجبائية. تكون فيه ضريبه. اختم معك سي بوطالبي، الحديث عن تمويل البحث العلمي، وفي كل مرة نقولوا لازم نكيفوا الاختصاصات في أو التخصص في الجامعة مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل وغيره. كمستثمرين علاش ما نشوفوش مثلا فيه تمويل لبعض الأبحاث العلمية في مستويات الماستر وحتى في مستوى الدكتوراه؟ أنتم تستفادوا يستفادوا المستثمرين وتستفاد أيضا الجامعة الجزائرية من شيء ملموس وعملي. أكيد البحث العلمي هو المحرك الأساسي للدولة وللاقتصاد وللفكر أيضا دائما الإيجابي داخل الدولة. اليوم نلاحظوا أنه البحث العلمي مبعد على المؤسسة، مبعد. لو أننا نفكروا بجدية ونفكروا بوضوح نشوفوا أنه لابد علينا أن ننخرط في هذا. الطلبة اليوم قالوا هل يمكن للحكومة أن تعفو عن الضرائب؟ أنا نقول ما تعفوش، نقول كما ذكر الأستاذ سلامي، نقول أنه لابد علينا أن نبحث ما هي الآلية للتحصيل الجبائي ولو نسبي، ويكون بطريقة أوسع بحيث أنه الخزينة تكون في أريحية في فترة معينة. مثلا نمدوا 3 أشهر نقولوا اللي يدفع 20% من الغرامات اللي عنده يلا. الحلول موجودة، لابد علينا أن نفكر ما هي الحلول. اليوم عندنا تحديات كبيرة جدا بالنسبة للمؤسسة، بحكم أن المؤسسات كلها تبحث على الابتكار، تبحث على البحث العلمي، لكن المخابر ممولة من الحكومة ولكن لا تقوم بدورها ولا تؤدي دورها ولا تؤدي واجبها. نعم السيد أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار وتطويره، شكرا جزيلا لك الحضور معنا. شكرا لك سيد هواري تغرسي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. شكرا لك أيضا أستاذ أبو بكر سلامي رئيس جمعية المستشارين الجبائيين على حضوركم معنا. شكرا موصول لكم أيضا طلبتنا من كلية المالية والاقتصاد بجامعة الجزائر 3 العيرش كريمة تازي أيوب ومنذر عثمانية. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الأفاضل في كل مكان. تقبلوا تحية المعد والمشرف العام شمس الدين عسي. ألقاكم في فرصة لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله.